اتهامات بالكذب والخيانة، تفاصيل مثيرة بشأن خلاف رياض محرز مع مدرب المنتخب الجزائري. صاعقة وقعت على رؤوس الجميع بظهور خبر استبعاد رياض محرز قائد منتخب الجزائر من قائمة مباراة تصفيات كأس العالم، فهي مفاجأة كبرى رغم كل التخبطات الأخيرة ورغم الانتقادات الحادة التي تعرض لها رياض في ظهوره الأخير مع محاربي الصحراء. وبينما كانت فرصة أن يمر الحدث مرور الكرام ضعيفه بالفعل، إلا أن رواية المدرب عن سبب الاستبعاد جعلت الفرصة معدومة، خصوصا حين خرج رياض محرز الذي شعر بالخيانة فروى نسخته عن الأحداث وفضح تناقض فج من وجهة نظره في رواية مدرب الجزائر. فماذا حدث وكيف سيكون المستقبل للطرفين في منتخب الجزائر بعد هذا الصدام العلني؟ لنعد سريعا إلى بداية تسلسل هذه القصة. كأس أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار التي شهدت خروجا مخيبا لأبطال الكان 2019، لم يكن هناك شيء واحد جيد في منتخب الجزائر، وعلى رأس هذه الأشياء كان أداء رياض محرز نفسه الذي طالته الانتقادات بصورة مكثفة. تلك التجربة المأساوية كانت وراء الإطاحة الفورية بالمدرب جمال بالماضي ليحل البوسني فلاديمير بيتكوفيتش بدلا منه ويبدأ مهمته الأولى في توقف مارس الماضي. وهنا كان الصدام الأول، إذ طلب محرز الراحة وعدم العودة للمنتخب في ذلك التوقف، وهو ما استجاب له بيتكوفيتش واستخدمه حجة أولى لتبرير استبعاد محرز مرة أخرى. في يونيو المدرب قال بشكل واضح في المؤتمر الصحفي: أذكركم أولا بأني تحدثت مع محرز في شهر مارس الماضي، وهو من طلب مني عدم استدعائه، وبالتالي كان يجب أن يتصل بي هو عندما يريد العودة، ولكني لم يصلني أي شيء منه، مما يعني أنه لا يزال غير جاهز. وكما يرى البعض فإن بيتكوفيتش يسعى لفرض نفوذه بشكل واضح، والتأكيد أنه ليس مثل سابقه بلا ماضي بشتى الطرق والوسائل، لأن محرز لم يكن الضحية الوحيدة من الحرس القديم، فهناك إسلام سليماني ويوسف البليلي أيضا، والأخير تحديدا قال عنه أنه استبعده بسبب مشاكله الانضباطية. ولكن رياض تحديدا الذي شعر بخيانة صادمة رفض التزام الصمت وكشف كل شيء قائلا: لم تصلني أي مكالمات من المدرب أو من اتحاد الكرة، شعرت ببعض الانزعاج في ركبتي، ولذلك اخترت الراحة في آخر جولتين من الدوري السعودي، كان ذلك حتى أصبح جاهزا للمباراتين الهامتين في تصفيات كأس العالم. حظا سعيدا للمنتخب في المباريات القادمة، كان من المهم بالنسبة لي أن أتواجد مع المنتخب. أحترم خيار المدرب بالتأكيد، ولكني أحيطكم علما بهذا القرار. بيتكوفيتش حاول تلطيف أزمة محرز، مؤكدا أنه لا يزال في القائمة الموسعة ومرحب به في أي وقت. فهل هذا حقيقي؟ وهل سيعمل الرجلان معا بعد تلك الفوضى؟